حبايبي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده. الفيديو بقى النهارده حاجه كده تفتح النفس وحرشه زي ما بيقولوا. هنعمل مع بعض المرغوله الدمياطي. إيه، احنا هنا عندنا في دمياط بنقول عليها المرغوله. اخواتنا بقى في الصعيد مسمينها الشلولو. واخيرا انا عرفت ايه هو الشلولو. بصوا سيبكم من الاسم خالص، احنا هنعمل مع بعض الملوخيه على البارد. تمام. بس هعملها معاكم بطريقتي لان في ناس بتضيف حاجات وفي ناس مش بتضيفها. فانا هعملها معاكم بطريقتي وانتوا جربوا وقولوا لي ايه رايكم. عندي هنا بقى كوبايه من الملوخيه الناشفه. طبعا انت المقادير تقدري تلعبي فيها، تكتري تقللي، يعني براحتك خالص. انا عندي هنا كوبايه من الملوخيه الناشفه، كوبايه كبيره. وعندي هنا بصل حبتين كبار مقطعاهم مكعبات صغيره. ما تبشرهاش، لا قطعيهم مكعبات صغيره كده. وعندي هنا 3 حبات من الطماطم الكبيره، برضو مقطعاهم مكعبات صغيرة. وقرن فلفل حراق، بالنسبة لي أنا بحبه حراق. قرن فلفل أحمر أو أخضر براحتك خالص، بس يكون حراق. وعندي هنا كمان كزبرة وشبت، أو كزبرة بس. برضو أخد الورق بتاع، يعني مثلا بتاع 7 عيدان كده من الكزبرة. أخدت الورق بتاعها بس، وقطعتهم صغير كده زي ما انتم شايفين. وليمونتين، ممكن تكتري في الليمون أكتر من كده، انت تدوقي بعد كده وتشوفي. ومعايا معلقة صغيرة من التوم، تكون مليانة كده. عندي بقى البهارات بتاعتي، ملح، معلقة مليانة كده من الملح، وانت دوقي برضو الملح بعد كده وزودي لان انا زودت بعد كده. وعندي معلقة صغيرة كده من الكمون والكزبرة وبهار الفراخ. وشوية زيت، يعني بتاع معلقة كبيرة كده من الزيت. تمام. نزلت كده في البولة بتاعتي، نزلت بالبصلة والثوم والبهارات وعصير الليمون. هنزل طبعا دلوقتي كده بالثوم، بس ما تنزليش بالطماطم في الوقت ده. ممكن طبعا تنزلي بالكزبرة وممكن بالفلفل كمان، بس الطماطم سيبها دلوقتي. ما تنزليش بيها دلوقتي لان انا مش عايزه الطماطم ان انا اعصرها كده او ان انا امرطها كده مع البصله، عشان ما تتعصرش مني. انا عايزاها تكون مكعبات كده باينه وصحيحه كده في المرغوله. برضو هنديها دعكه بس مش بسيطه، مش زي البصله، فاهميني؟ فانا عشان كده نزلت بالبصله الاول. امشوا بس على كل اللي انا هقول لكم عليه، وان شاء الله هيطلع معاكم كده طبق مرغوله هتتبسطوا بيه بجد، والله حاجه كده تفتح النفس. مسكت بقى الكلام ده كده يعني عجنته كده بايدي كده زي ما انتم شايفين اهو. نزلت دلوقتي كده بالطماطم وهنزل كمان بالكزبره. واقلب بقى الكلام ده، يعني هقلبه مجرد ان انا اقلبه كده واطعمهم من بعض. مش عايزه اعصر الطماطم تحت ايديا، مش عايزه انزل منها ميه ولا اي حاجه خالص. خلاص بقى بعد كده ما بعجنهم كده كويس كده، حاجه بسيطه، بنزل بالملوخيه. وبرده بعجن الملوخيه معاهم. مش تنزلي بيها كده وتقلبي بس بمعلقه، لا انا بقلبها كده بايديا. يعني بصوا هي بتطلع مني كده جميله، لما بعملها كده بتطلع تحفه. انتوا بس جربوا وان شاء الله هتعجبكم. معلش انا اسفه بقى على منظر ايدي، بس بجد انا بعملها كده وبتبقى في منتهى الجمال. خلاص كده قلبتها كده كويس. هنزل بقى، عندي هنا لتر ميه بارده، لازم الميه بتاعتي تكون بارده من التلاجة، ما تكونش ميه عاديه من الحنفيه. ودي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لي برضو. الميه طبعا هفضل انزل بيها لحد ما اوصل للسمك بتاع الملوخيه اللي انا عاوزاه. ممكن تخففيها عن اللي انت شفتها في اول الفيديو، ممكن تتقليها براحتك خالص. بس طبعا دي احنا بناكلها مع عيش، عيش يكون متحمص مثلا في الفرن، او عيش طري عادي. و بتاكلها كده بيه. فانا بحبها تكون لا تقيله ولا خفيفه زي ما انت شفتوها كده في اول الفيديو. هو ده السمك اللي انا بحبه. بقلب طبعا كده بايديا، وخلي بالكم الملوخيه الناشفه يعني كل ما تحط لها ميه بتحس ان هي لسه محتاجه كمان، فبتديها، فاهمني؟ بفضل بقى اقلب كده. انا اسفه ان انا بقلب بايدي قدامكم، بس والله العظيم هي بتطلع مني كده تحفه. فانا بعملها معاكم زي ما انا بعملها بجد. زي ما انتم شايفين ده كده السمك بتاعها. ولو احتاجت ميه بتضيفي لها برده ميه. تمام، لان الملوخيه الناشفه زي ما بقول لكم بتشرب ميه كتير. وتقلبي تقلبي. وكمان خلي بالك بقى من الملح، لان انا ضفت ملح بعد كده. وضفت كمان عصير ليمون. بحب يكون ظاهر كده فيها. والميه بتاعتنا يا بنات تكون ميه بارده. ودي كده المرغوله الدمياطي على طريقتي انا، لان في ناس زي ما قلت لكم بتضيف حاجات وبتشيل حاجات.